يا مساء الفل والرضا والوعي على كل ست وبنت بتسمعنا دلوقتي. معاكم مصطفى عبد المجيد والحلقة رقم 20 من رحلتنا الشيقة والممتعة، رحلة عيشيها صح، رحلة وعي. حلقة النهاردة مش مجرد فضفضة، النهاردة احنا جايين نعمل عمرة لروحك، جايين نجاوب على السؤال اللي بيطاردك وانت لوحدك. ليه بنهرب من نفسنا؟ وليه الوجع بيكرر نفسه؟ النهاردة هنكسر الاسطوانة المشروخة اللي محبوس فيها عمرك، وهنفهم ليه بنختار نفس الحفرة نقع فيها كل مرة. ركزي في كل كلمة، افتحي شبابيك قلبك، ويلا بينا نعيشها صح. هنطوف ونجوب وهنمر بثمان محطات. يا ست البنات، الهدف من المحطات اللي هنمشيها سوا النهاردة شيء واحد بس، إننا نكسر القيود اللي خلت حياتك مجرد رد فعل للي حصل لك زمان، وجع قديم، كلمة جرحتك، أو خذلان كسرك. إحنا هنا علشان نبطل نكون مفعول به ونبدأ نكون الفاعل. النهاردة إحنا مش بنرمم حياتك القديمة، إحنا بنهد عشة خشب متهالكة مسكونة بالخوف والعنكبوت، عشان نبني مكانها قصر يليق بيكي، قصر أساسه الوعي وجدرانه الاستحقاق وسقفه ملوش حدود غير السما. انت مش ضحية الظروف ولا لعبة في ايد الماضي، انت المهندسة اللي هتمسك القلم النهاردة وترسم خريطة حياتها من أول وجديد. المحطة الأولى، ليه بنكرر الوجع؟ أهلا بيك يا ست البنات في القعدة اللي بيننا دلوقتي. مش هنتكلم كلام دكاترة ببلطو أبيض بيحللوا حالتك من بعيد، ولا كلام كتب مجعلص بيحملك فوق طاقتك. احنا جايين نفضفض في الوجع اللي ساكن تحت الجلد، الوجع اللي بخليكي حاسة إنك ماشية في ساقية ما بتخلصش، وكل ما تقولي هرتوي تلاقي نفسك بتلفي في نفس النقطة من تاني. عمرك وقفتي قدام المراية وسألتي نفسك بصدق يوجع ليه أنا بالذات بختار نفس الوشوش اللي بتكسرني؟ ليه بقع في نفس الحفرة رغم إن اليافطة مكتوب عليها بوضوح خطر؟ هل أنا غبية؟ هل أنا أستحق الوجع؟ الإجابة يا غالية لا، لا أنت غبية ولا ده نصيبك. السر كله في السيستم اللي شغال جوه مخنا. ده عامل زي العيل الصغير، مش بيدور على اللي يسعده، هو بيدور على اللي يعرفه، على اللي متعود عليه، حتى لو كان اللي متعود عليه ده هو اللي بيقتله كل يوم. تخيلي كده لو عندك جزمة قديمة مقطوعة وبتهري رجلك، وجنبها جزمة تانية جديدة شيك ومريحة بس غريبة عليكي، عقلك اللاواعي هيخليكي تلبسي المقطوعة. ليه؟ مش عشان انت بتحب الوجع، لا، عشان انت حافظة وجعها، حافظة المكان اللي هيعلم في رجلك. أما الجديدة عقلك بيخاف منها لأنها مجهولة، والمجهول عند العقل معناه تهديد. أهو ده اللي بتعمليه في حياتك حرفيا، بتدخلي في علاقات توكسيك، علاقات بتمتص نور عينيكي وتطفي روحك. بتعملي كده لأن المعاملة القاسية دي هي اللغة اللي اتعودتي تسمعيها من صغرك. عقلك بيقولك من تحت لتحت يا بنت خلينا هنا، ده الوجع اللي احنا حافظين سكته ومجربينه، أحسن ما نروح لواحد طيب ونحتار نتعامل معاه ازاي، أو نعيش في خوف إننا ما نستحقش الحنية دي. استوعبي الحقيقة المرة دي، احنا يا ست البنات مش بنخاف من الحزن، احنا بقينا عشرة احنا والحزن. احنا بنخاف من الفرحة لأنها غريبة على بيتنا، بنكرر الوجع عشان هو منطقة الأمان المريضة اللي كبرنا فيها. عارفة يعني إيه؟ يعني إيه أنت عملتي إدمان على هرمونات النكد والتوتر؟
جسمك وعقلك بقوا بيحتاجوا جرعة القلق علشان يحسوا إنهم عايشين. لو الدنيا هديت والحياة ابتسمت تحسي إن في حاجة غلط، تقوم انتي لا واعيا تخربي اللحظة الحلوة أو تختاري الشخص الغلط اللي يرجعلك جرعة الوجع اللي جسمك متعود عليها. انتي مش محتاجة حد ينقذك من النصيب، انتي محتاجة تستوعبي إنك وفية لنسخة قديمة منك كنت شايفة إن ده آخرها. انت محبوسة في فخ الوفاء للماضي، فاكرة إنك لو بقيتي سعيدة كأنك بتخوني أهلك اللي تعبوا أو طفولتك اللي كانت قاسية. الحقيقة إن الوفاء الحقيقي هو إنك تكسري السلسلة دي، إنك تكوني أول واحدة في شجرة عيلتك تقول لأ لحد هنا والوجع يقف. النهاردة احنا هنا عشان نغير كتالوج الاستحقاق بتاعك، عشان نفهم إن البيت اللي رباكي على القسوة مش هو السقف اللي لازم تعيشي تحته طول عمرك. ركزي في كل شهيق وزفير في اللحظة دي، عشان ده مش مجرد كلام، ده فك سحر الوجع المتكرر، ده أول مسمار في نعش الساقية اللي انت محبوسة فيها. بس يا ست البنات، أنا مش جاي هنا عشان أشخص وجعك وأسيبك تايهة، أنا جاي علشان أقولك إن مفتاح الزنزانة طول الوقت كان في جيبك انتي، بس انت كنتي خايفة تمدي ايدك وتطلعيه. الحل يبدأ بكلمة واحدة وهي الوعي بالمسافة. يعني ايه؟ يعني أول ما تلاقي نفسك بتنجذبي لنفس النوع من الأشخاص أو بتكرري نفس الغلطة، وقفي لحظة وقولي لنفسك ده مش قلبي اللي بيختار، ده السيستم القديم هو اللي شغال. مجرد إنك تشوفي اللعبة اللي بتفقد قوتها عليكي، انت دلوقتي بقيتي مراقبة مش ضحية. عايزك تتخيلي انك النهاردة بتقطعي تذكرة رجوع لنفسك القديمة. قولي للوجع بابتسامة ثقة: أنا بشكرك إنك كنت بتحميني زمان بإنك تخليني في المألوف، بس أنا النهاردة كبرت وما بقيتش محتاجة الحماية اللي بتخنقني. خدي بإيدك دلوقتي، جربي تمشي خطوة واحدة بس في طريق الفرحة الغريب. جربي تقبلي كلمة حلوة من غير ما تقولي أكيد فيه إن. جربي تختاري راحتك مرة واحدة على حساب رضاهم. هتلاقي الأرض مش هتتهد والسما مش هتقع، بالعكس هتلاقي روحك بتتنفس لأول مرة من سنين. حياتك الحقيقية هي اللحظة اللي هتقرري فيها إنك غالية، مش بكلام الناس ولا بشطارتك في الخدمة، لكن غالية لأن ربنا اصطفاكي ونفخ فيكي من روحه. ارفعي راسك وبصي للساقية من بعيد وقولي لها الدورة دي خلصت هنا. انت دلوقتي مش بس واعية، انت قائدة لرحلة استشفائك. ويلا بينا علشان المحطة الجاية هي اللي هتوريكي ازاي صوتك الداخلي كان بيحاول ينقذك وانت كنت بتقفلي السكة في وشه. المحطة التانية اللي هنمر عليها النهاردة وهي الهروب من صوتك الداخلي. عارفة الحتة اللي بتهربي منها؟ هي الحتة اللي بتقعدي فيها لوحدك أول ما البيت يسكت وتخلصي المواعين وتنيمي العيال، بتلاقي وشوشة جوه دماغك بتبدأ تعلى: أنا مش مبسوطة، أنا عمري بيضيع، أنا كان نفسي أعمل كذا. الصوت ده مش عدوك يا ست البنات، الصوت ده هو رسول جاي من أعماق روحك، ماسك كشاف ومنوره في وش الحقيقة اللي انت دفناها. بيقولك بوجع: أنا مش مبسوطة، أنا عمري
بيتسرب من بين إيديا. أنا كان نفسي أكون غير اللي أنا فيه ده. تقوم انت تعملي إيه؟ بتمارسي أغبى أنواع الجرائم في حق نفسك. بتروحي تدوري على بنج موضعي، تجري تمسكي الموبايل، تغرقي في فيديوهات تافهة لساعات، أو تراقبي حياة الناس، تراقبي حياة ناس ما تعرفيهمش، تشغلي ودنك بأي دوشة علشان تسكتي الرسول ده. انت مش بس بتسلي وقتك، انت بتعملي اغتيال لصوتك الداخلي. الهروب ده هو اللي بيخليك تكرري نفس الغلطات. عارفة ليه؟ لأنك ما بتديش لنفسك فرصة تسمعي الوجع عشان تداويه. انت عاملة زي اللي بياخد مسكن وهو عنده كسر مضاعف. المسكن بيضحك على أعصابك لحظة، لكن الكسر بيفضل موجود والنزيف الداخلي شغال. والبنج لما مفعوله بيروح، الوجع بيرجع ألعن وأشرس وأعمق من الأول. بمعنى أبسط وأوجع، أنت بتهربي من مسؤولية التغيير. الهروب المريح في وقته، بس تكلفته عمرك كله. أسهل بكتير تقولي حظي وحش أو الظروف ضدي من إنك تقولي أنا اللي ما بتعلمش أقول لأ. أسهل تلبسي طوب الضحية من إنك تلبسي طوب المحارب اللي بيواجه نفسه ويصلحه. عايزك تتخيلي إن صوتك الداخلي ده هو بنت صغيرة جواكي محبوسة في أوضة ضلمة، وعمالة تخبط على الباب وتنادي عليكي عشان تنقذيها. وانت كل ما تسمعي خبطها تعلي صوت التلفزيون أكتر. لحد إمتى هيفضل التلفزيون عالي؟ ولحد إمتى هتقدر البنت دي تخبط؟ الحل مش في الهروب، الحل في الاستسلام للوجع. أيوة، اقعدي مع وجعك، اسمعي صرخته، اسأليه انت عايز مني ايه. صدقيني، أول ما تبطلي تهربي وتلف وشك للصوت ده، بيتحول من صرخة وجع لخريطة طريق. الوجع بيبقى هو البوصلة اللي بتقولك امشي من هنا، ده طريق نجاتك. بطلي تستهلكي رصيد عمرك في تغبير نفسك. المواجهة بتوجع مرة واحدة، بس الهروب بيوجعك كل ثانية ولحد آخر يوم في عمرك. فك حزام الهروب وخلينا ننزل لأرض الواقع، عشان المحطة اللي جاية هي اللي هتكشف لك الفخ الشيك اللي انت وقعتي فيه وانت مش دريانة. فخ المثالية والكمال. وبكده نكون وصلنا للمحطة التالتة، فخ المثالية والكمال، السراب اللي بيسرق عمرك. بتهربي من ايه تاني يا ست البنات؟ بتهربي من نقصك؟ خايفة لو حد شاف ضعفك أو تعبك صورتك تتهز؟ انت نصبت لنفسك مشنقة اسمها المثالية، وكل يوم الصبح بتجهزي الحبل عشان تلفيه حوالين رقبتك. عايزة تكوني الأم اللي ما بتغلطش، الزوجة اللي ما بترفضش طلب، والست اللي دايما بيتها بيبرق كأنه معرض ما بيسكنوش فيه بشر. والنمط ده بيخليكي تكرري جريمة جلد الذات. كل يوم قبل ما تنامي تقعدي تقطعي في فروة روحك علشان نسيتي تعملي كذا، أو صوتك عيلة في كذا، أو قصرتي في كذا. انت بتحاسبي نفسك بقانون ربنا نفسه ما نزلوش على البشر. انت بتهربي من حقيقة انك بشر، ومن أبسط حقوق البشر إنهم يتعبوا ويقعوا ويقولوا بأعلى صوت أنا مش قادرة، أنا رصيدي خلص.
الكمال ده فخ شيك، سجن جدرانه من دهب، بس في الآخر هو سجن بيخليكي دايما غرقانة في بحر الذنب. والذنب هو المحرك اللي بيخليكي تكرري نفس الاختيارات اللي بتيجي على أعصابك وصحتك علشان تراضي الكل إلا نفسك. علشان تفهميني أكتر وتفوقي من الغيبوبة دي، انت فاكرة إنك لما تكوني كاملة ومثالية الناس هتحبك أكتر أو هتقدر تضحياتك؟ الحقيقة المرة بقى إنهم مش بيحبوكي انتي، هم بيحبوا الخدمات اللي بتقدميها. هم اتعودوا إنك تكوني ماكينة شغالة ما بتطلبش صيانة، وأول ما الترس يقف لحظة أو تقصري في واجب واحد مفيش حد بيرحمك، وأول كلمة بتسمعيها انت اتغيرتي ليه. المساحة اللي بتهربي منها وبترتعبي تروحي لها هي مساحة القبول، إنك تقبلي إنك مش كاملة، وإن طبيعي يكون في تراب في ركن في البيت، وطبيعي الطبيخ ما يعجبش حد النهاردة، وطبيعي تكوني مش طايقة نفسك وعايزة تقعدي في صمت. قبولك لنقصك هو اللي بيخليكي إنسانة حقيقية، والناس بتحب الحقيقيين مش المثاليين. المثالية دي هي الدرع اللي انت لابساه علشان خايفة من النقد، بس الدرع ده تقل لدرجة ان بقى بيقسم ظهرك. اقلعي الدرع وتنفسي، قولي لنفسك انا كده زي الفل، انا كفاية زي ما انا. انت غالية بتعبك وبعياطك وبهلاتك السودة اللي تحت عينيكي، مش بمسحك لدموع الكل وانت دموعك محبوسة. فوقي يا ست الكل، اللي بيحبك بجد هيحبك وانت واقعة قبل وانت واقفة. فكي عقدة المثالية وخلينا نروح للمحطة الرابعة عشان نعرف الفاتورة اللي روحك بتدفعها وانت مش واخدة بالك، فاتورة رصيد روحك اللي بيخلص. وصلنا للمرحلة الرابعة، رصيد روحك اللي بيخلص. عارفة الوجع اللي بيجي من كلمة حاضر وانت من جواكي بتصرخي وتقولي لأ؟ عارفة غصة الحلق والضيق اللي بيحبس نفسك لما بتوافقي على حاجة وانت كارهة بس عشان خايفة يتقال عليكي مش أصيلة أو بتاعة مصلحتك؟ انت بتكرري الاختيار ده كل يوم وبتهربي من مواجهة الناس بحقيقتك، وبترمي نفسك بإيديكي في محرقة اسمها إرضاء الكل. تخيلي معايا كده إن روحك دي عاملة زي رصيد الموبايل أو خزان مية، ربنا مديكي ساعة معينة لليوم، كل ما حد يطلب منك طلب وانت تيجي على أعصابك وصحتك ووقتك علشان تعمليه وانت مجبورة مش محبة، انت بتسحبي من الرصيد ده، بتسحبي من هدوءك، من طاقتك، ومن عمرك اللي مش هيرجع، لحد ما يجي عليك وقت بتصحي الصبح تلاقي نفسك في حالة إفلاس تام، لا قادرة تحبي ولا قادرة تدي ولا قادرة حتى تقومي من السرير. وفجأة تلاقي الست اللي كانت شعلة نشاط بتتحول لجسد منطفئ، وللأسف في اللحظة دي أول ناس كنت بتحرقي نفسك عشانهم هم أول ناس هيشتكوا من ضلمتك. ليه بتكرري دور الشمعة اللي بتحرق نفسها علشان الآخرين؟ ليه مستمرة في الانتحار البطيء ده؟ الحقيقة يا ست البنات انت بتهربي من مساحة الوحدة جواكي رعب انك لو بطلتي تدي أو لو قلتي لأ الناس هتمشي وتسيبك، خايفة تصحي تلاقي نفسك لوحدك. بس خليني أقولك السر اللي لو استوعبتيه، اللي بيمشي عشان بطلت تخدميه ده أصلا ما كانش شايفك، ده كان شايف مصلحته عندك وبس. اللي بيحبك عشان انت بتعملي ايه مش عشان انت مين،
ده ما كانش بيحبك، ده كان بيستهزئ. انت مش محطة بنزين الكل بيمون منها ويمشي. انت كيان محتاج رعاية، محتاج شحن، محتاج يتسمع له. لا، وتحترم زي ما بتحترم. مساحة الاستغناء هي قمة القوة. إنك تستغني عن أي علاقة تكلفتها كرامتك أو سلامك النفسي. افهمي يا غالية، مفيش حد هياخد باله من رصيدك لو انت ما حافظتيش عليه. الروح اللي بتفلس ما بترجعش بسهولة. قولي لا وانت مرفوعة الراس، واللي يزعل علشان قلتي لا لراحة نفسه هو أول واحد لازم يخرج من حياتك فورا. وفري رصيدك للي يستاهل، للي يشحنك مش اللي يفضيكي. ويلا بينا على المحطة اللي جاية، هي اللي هتجيب من الآخر. المحطة اللي هتعرفك ليه انت أصلا شايفة نفسك رخيصة لدرجة انك تسيب رصيدك يخلص علشان الكل. محطة عقدة الاستحقاق. تعالي بقى في المحطة الخامسة نلمس أهم نقطة، النقطة اللي بتحدد مين هيقعد على عرش قلبك ومين هيدوس عليه. الاستحقاق يعني إيه بالبلدي؟ يعني أنت شايفة نفسك تساوي كام في سوق الحياة؟ ليه لما بتشوفي فستان غالي أو فرصة شغل كبيرة أو الكلمة بتيجي على لسانك لا دي مش مقامي، لا دي واسعة عليا؟ وليه لما بيظهر في حياتك شخص بيعاملك بجد زي الملكة، بيحترم صمتك قبل كلامك وبيديكي مكانة عالية، بتبدأ ضربات قلبك تسرع مش من الفرحة لكن من الخوف؟ بتقلقي وتوشوشي نفسك، أكيد فيه أكيد هيطلع مقلب في الآخر، مستحيل الحلاوة دي تكون ليا أنا. انت بتهربي من مساحة العز يا ست البنات. انت للأسف اتبرمجتي على البواقي، اتعودتي تاخدي أقل معاملة وأقل تقدير وأقل وقت. بقيتي شبه سندريلا، بس الفرق إنك انت اللي حبستي نفسك في المطبخ ورفضت تروحي الحفلة لأنك شايفة إنك ما تستاهليش. اسمعيني بقلبك مش بودنك. انت غالية لمجرد ان ربنا العظيم خلقك واصطفاكي ونفخ فيكي من روحه. قيمتك سماوية مش أرضية. انت مش غالية عشان شاطرة في الطبيخ، ولا علشان صبورة، ولا علشان حمالة قاسية وبتستحملي اللي ما يتشالش. كل دي أدوار بتعمليها لكن قيمتك جواكي مش في اللي بتعمليه. لو ما رفعتيش قيمة نفسك بينك وبين نفسك هتفضلي تكرري الوقوع في القليل. العالم ده عامل زي المراية، لو شايفة نفسك نحاس العالم هيعاملك كرخيصة، ولو شايفة نفسك ألماظ العالم كله هيقف انتباه عشان يرضيكي. اللي شايف نفسه يستاهل دهب مستحيل يرضى بصفيح حتى لو ملمعين ومغلفينه في علبة شيك. عارفة ليه بتكرري العلاقات اللي بتهينك؟ عشان انت من جوه موافقة على الإهانة دي، شايفة ان ده أقصى طموحك. النهاردة أنا جاي أقولك ارفعي تسعيرتك، ارفعي قيمة نفسك في عين نفسك. هتلاقي العالم كله بيغير معاملته معاكي فجأة. الناس مش هتديكي اللي انت عايزاه، الناس هتديكي اللي انت شايفة انك تستحقيه. انفضي تراب القليل عن كتافك وقولي لنفسك أنا أستحق الأفضل، مش عشان أنا أحسن من حد، بس عشان أنا بنت الأكرمين وربنا ما بيخلقش حاجة رخيصة. ويلا بينا عشان اللي جاي هو اللي هيعرفنا
إيه اللي ربط رجلك في الماضي وخلاكي تنسي قيمتك؟ محطة ذكريات الماضي. وصلنا للمحطة السادسة، ذكريات الماضي، تحرير الرهينة وتغيير ريموت كنترول العمر. بتهربي من إيه تاني؟ بتهربي من خيالك ولا بتهربي من ذكرياتك؟ الحقيقة المرة يا ست البنات إنك بتعيشي حياتك النهاردة بجسم ست كبيرة، لكن اللي ماسك ريموت كنترول قراراتك هي بنت صغيرة عندها 7 سنين، أو مراهقة كسر قلبها وهي عندها 16 سنة. في موقف حصل زمان أو كلمة مسمومة اتقالت لك وانت طفلة لسه بتصدى في ودانك لحد النهاردة. كلمة زي انت مش شاطرة، أو انت وحشة، أو فلانة أحسن منك. الكلمات دي ما كانتش مجرد كلام في الهوا، دي كانت مسامير اتمسمرت في روحك وخيطت جروحك بشكل غلط. ممكن تكون خيانة قديمة وجعتك خلتك تكرري سجن الشك في كل إنسان نظيف بتقابليه النهاردة، أو فشل قديم خفت من وجعه فقررت تكرري الهروب من أي فرصة نجاح أو شغل جديد، وبقيت تقولي خليني جنب الحيط عشان خايفة تقعي تاني. انت حابسة نفسك في سجن دلوقتي، في سجن اسمه دلوقتي، بس للأسف بتفكري بعقل زمان. المساحة اللي بتهربي منها وبتترعشي تفتحي بابها هي مساحة التسامح مع النفس. انت لسه معاقبة البنت الصغيرة اللي جواكي لأنها كانت ساذجة، أو لأنها اتضحك عليها، أو لأنها معرفتش تدافع عن نفسها في وقت كانت محتاجة فيه حد يدافع عنها. عايزك النهاردة تفتحي دولاب الذكريات اللي ريحته بقت صعبة من كتر الركنة والكمكمة. وجه الكراكيب دي بقلب جامد. بص للبنت الصغيرة اللي جواكي في عينيها وقولي لها أنا مسامحاكي، أنا ما كنتش غبية، أنت كنت طفلة بريئة، أنا النهاردة كبرت وهعرف أحميكي. انطقي الجملة اللي بتهز عرش الماضي: يا ماضي انت علمتني بس ما بقتش تملكني. لما بتنضفي الماضي من صديد الوجع، الحاضر بيبقى صفحة بيضة بجد. ساعتها بس اختياراتك هتبقى جديدة ونابعة من وعيك النهاردة، مش مجرد رد فعل أو وجع حصل من 20 سنة. انت مش اللي حصل لك، انت اللي اخترتي تكونيه. بعد اللي حصل لك ارمي الريموت القديم وتعالي نكتب سوا سطر جديد، لأن المحطة اللي جاية هي خريطة النجاة، محطة فك العقدة. في المحطة السابعة خطة العمل وفك العقدة. الموضوع يا ست البنات مش محتاج علام ولا محتاج شهادات دكتوراه تتعلق على الحيطة. الموضوع محتاج شجاعة المواجهة، محتاج وقفة حقيقية قدام المراية، وقفة فيها صدق يزلزل الجبال اللي انت بناتيها حوالين قلبك عشان تداري وجعك وعشان تفك العقدة اللي خنقت سنين عمرك. لازم نمشي على خطوات مرسومة بالوعي والمنطق والمحبة. ابدأي فهم وبطلي جلد. أول ما تلاقي نفسك هتشتمي روحك وتقولي أنا غبية أو أنا عملت في نفسي كده، وقفي المشنقة دي فوراً. قولي لروحك برفق لأ، أنا ما كنتش غبية، أنا كنت جعانة أمان فدورت عليه في المكان الغلط. لما بتفهمي السبب اللي ورا غلطك، أنياب العقدة بتبدأ تتكسر. الوجع هنا هيتحول من صوت بيجلد ظهرك كل ليلة
لفانوس بينور لك الحتت المظلمة في بصيرتك عشان ما تتخبطيش فيها تاني. الفهم هو نص الشفاء، والنص التاني هو إنك تطبطبي على جهلك القديم وتستبدليه بوعي النهاردة. تاني حاجة في اتجاه ما تريدي هو إنك تقفلي الأبواب المواربة. أخطر حاجة بتكرر الوجع وبتنزف طاقتك هي العلاقات الرمادية. الناس اللي فاتحة بيبانها نص فاتحة، لا هم معاكي بجد بيسندوكي ولا هم سايبينك في حالك تعيشي. الأبواب المواربة دي هي اللي بتهرب أكسجين روحك وتجيب لك برد وقشعريرة في قلبك. كوني قاطعة كالسيف، يا باب مفتوح على آخره بالتقدير والحب، يا باب مقفول بضبة ومفتاح بالاستغناء والكرامة. اللي مش عارف قيمتك النهاردة وهو شايفك بتذبلي مستحيل يعرفها بكرة وانت مطفية. اقفلي الباب عشان الهواء النظيف يدخل. قانون ال5 عداد ضد الهروب، وهنسميه مشرط الجراح. أول ما تحسي إن صوت الوجع بدأ يعلى وإنك هتهربي كالعادة وتفتحي الموبايل عشان تتوهي في عالم مش عالمك وتسكتي صرخة روحك، طبقي قانون السيادة. عدي على صوابعك بتحدي: 1 2 3 4 5، وسيبي الموبايل فورا. انزلي لساحة المواجهة، بص في عين وجعك واسأليه بصدق انت عايز تقول لي ايه. المواجهة بتوجع دقايق بس الهروب بيموتك سنين. أول ما تبطلي تجري الوجع هيبطل يطاردك. حب البنت الصغيرة اللي جواكي، دي أهم قاعدة في مملكتك الجديدة، في دستورك المقدس. كل مرة تلاقي نفسك هتختاري غلط أو هتقبلي كلمة مهينة أو هتيجي على صحتك عشان حد متعود ياخد بس، استحضري صورة بنتك أو طفلة بتحبيها واسألي نفسك السؤال اللي يفوق من الغيبوبة: لو دي بنتي هقبل لها المعاملة دي؟ هرضى أشوف الكسرة دي في عينيها؟ لو الإجابة لأ وانقبض قلبك خوفا عليها، يبقى أنت أولى بالخوف ده. أنت بنتك الأولى وأنت الأحق بالرعاية والدلع والتقدير. لو ما كنتيش أنت الحارس على قلبك ما تستنيش حد تاني يقوم بالمهمة دي. وصلنا للمحطة الثامنة ودي بسميها الميلاد الجديد، من الخوف من القوة إلى قيادة الحياة. وصلنا لآخر العقدة، بس صدقيني دي مش النهاية، دي لحظة الانفجار العظيم لروحك. دي لحظة الميلاد اللي بتفصلي فيها بين نسخة كانت بتتسول الرضا ونسخة النهاردة اللي بتفرض وجودها. كل اللي قلناه وكل الدموع اللي لمست عينيكي وكل الوجع اللي حرك مشاعرك ملوش عوزة ولا قيمة لو ما أخدتيش النهاردة قرار السيادة، قرار الخروج من شرنقة الضحية اللي ضاقت عليكي وما بقتش مقامك. عارفة انت بتهربي من ايه بجد؟ انت مش بس بتهربي من ضعفك، انت بتهربي من مواجهة قوتك. انت بتخافي تكوني قوية ومسؤولة بالكامل عن حياتك عشان الضعف كان بيدي سبوبة للناس عشان تشيل عنك وتطبطب عليكي وتصعدي عليهم. بس خليني أقولك الحقيقة اللي توجع وتفوق: الطبطبة اللي جاية من باب الشفقة هي سم في عسل، والضعف اللي بيخلي الناس تختار لك حياتك هو سجن بياكل ملامحك وهويتك يوم ورا يوم. أما القوة إنك تمسكي الدركسيون وتتحملي تمن خبطات الطريق، بس في الآخر أنت اللي سايقة، ودي هي الحياة الحقيقية. أنت النهاردة مش الست اللي بدأت تسمع الحلقة دي من ساعة أو أقل، أنت دلوقتي كيان جديد
بقيتِ واعية بالخريطة وحافظة أماكن الفخاخ وماسكة في إيديكِ المفتاح اللي كان دايمًا في جيبِك وأنتِ مش دريانة. والوعي ده يا غالية زي السهم اللي انطلق من القوس ملوش رجوع لورا. مستحيل ترجعي تشوفي الظلم عادي، ومستحيل ترجعي تشوفي تجاهلك لنفسك تضحية. الوجع اللي كنت بتهربي منه سنين خلاص ما بقاش عدوك. الوجع النهاردة بقى هو البوصلة اللي بتقولك لو الحتة دي بتوجعك يبقى الحتة دي مش بتاعتك. المساحة اللي كانت بتخوفك زمان، مساحة إنك تقولي لأ وتواجهي، بقت هي الملعب اللي هتبدعي فيه وتبني فيه ذاتك من أول وجديد على نضافة. أنت النهاردة اتولدتِ بوعي جديد واستحقاق مالوش سقف، وبنت جديدة ومبهجة وقوية، ما بقتش تقبل بالبواقي، لا في المشاعر ولا في التقدير ولا في الوقت. أنتِ النهارده أعلنتِ استقلال روحِك. روحي دلوقتي بُصّي في المراية وامسحي دموعِك وابتسمي لنفسِك ابتسامة النصر، وقولي لها أهلًا بيكِ، نوّرتِ دنيتِك من تاني. ودلوقتي بعد ما مرّينا بال8 محطات تقدري تشوفي الحقيقة بوضوح. الهدف من كل كلمة اتقالت كانت إنِّك تبطّلي تعيشي رَد فعل للي فات، وتبدئي من اللحظة دي تعيشي حياتِك فعل للي أنتِ عايزاه بُكرة. إحنا النهارده وبالوعي اللي وصلتِ له هدمنا فعلًا العِشّة القديمة اللي كانت خانقاكِ ومسكونة بالخوف، وبدأنا سوا نحُط أول حجر في قصرِك الجديد، القصر اللي أساسه أنا واعية وجدرانه أنا أستحق وسقف طموح بيلمس السما. أنتِ خلاص ما بقيتيش ضحية ولا مكسورة ولا تايهة، أنتِ المهندسة اللي استردت آلامها وبدأت تخطط أول يوم في عمرها الحقيقي. عيشيها صح لأنك تستاهلي تعيشي في قصر مش في عشة. عيشيها صح مش مجرد اسم رحلة من سلسلة حلقات، ده عهد بينك وبين نفسك. مش هكرر الغلط، مش ههرب من الحقيقة، مش هظلم روحي علشان أرضي غيري. روحي دلوقتي بُصّي في المراية وقولي لنفسِك أنا شُفتِك وفهمتِك ومش هاسيبِك تضيعي تاني. كنت معاكم مصطفى عبد المجيد في حلقة بعنوان ليه بنهرب من نفسنا من سلسلة عيشيها صح. أنا فخور بيكِ إنِّك كمّلتِ الطريق ده للآخر، وعارف إنِّك من بُكرة هتكوني نسخة مبهجة وقوية ومختلفة. نتقابل في الحلقة الجاية وأنتِ في أحسن حال. دلوقتي بعد المدة اللي قضيناها سوا قولي لي واكتبي لي في التعليقات بصدق إيه أكتر كلمة لمست جرحِك وحسيتِ إنها اتقالت عليكِ مخصوص. دمتم في أمان الله وحفظه، وغدًا كان يومًا جميلًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.